نحييكم ونرحب بكم في برنامجكم الأسبوعي، برنامج زيارة شاعر. طبعا كاميرا الثروات انتقلت من جدة إلى محافظة أضم. وطبعا هذه الزيارة من نوع خاص، بل هي متميزة لتميز ضيفنا لهذا اليوم الذي نحن ضيوف عنده. طبعا ضيفي سيكون هرم شعري جنوبي كبير، وجامعة شعرية مستقلة، وعلم من أعلام ومرجعية الشعر العرضة الجنوبية والشعر بشكل عام. إنه الشاعر القدير، الشاعر الكبير، عيضة ابن طوير المالكي. نمسي عليك أبو منصور، والله يحييك في برنامجنا، ويا مية هلا. حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم على سيد المرسلين الذي لا خير لا أدل الأمة عليه ولا شر لا حذرها منه. ما بعد، فلا يسعنا إلا تكرير الترحيب. لا أنتم في احتياج إلى شيء، ولو احتجتم إلى ماء العيون الذي نبصر به أو دم شرايين القلب، والله إنا لنسعفكم منه لمحبتكم وميزتكم وأعمالكم الطيبة، ولكن أوفر ما عندنا الترحيب، فنقول حياكم الله حياكم الله حياكم الله. تسلم يا أبو منير، وأنا أشكر لك أنت وأبنائك من بيتك هذا الكرم الحاتمي، هذا الاستقبال الحار. الحقيقة أحس والله الذي لا إله غيره كأني أنا صاحب الدار من هذا الترحيب ومن هذه البشاشة، وشكري وتقديري أيا كان لا يوفي ما في داخلي. حقيقة أنا عندي برنامج كل خميس يا أبو منير، زي ما عديت لك وطريت، وإن شاء الله أنك تكون إن شاء الله تتحملنا برحابة صدرك وبسعة خاطرك، لأن برنامجنا برنامج صريح ومباشر وواضح ويدخل في حياة الشاعر من البداية إلى النهاية دون إعداد أسئلة. كنا سعداء بهذا الزيارة المخصوصة وبهذا البرنامج المتميز، فالشكر كثير والثناء كثير والمحبة كثيرة لمن ساهم ومن تعاون ومن قوم هذا الصرح العملاق، حتى كشف لنا حقائق الأمة بالأجمع كلهم. فلا نقول إلا الحمد لله رب العالمين على هذا النعمة. نسأل الله إن يحرسها من الزوال، وإن يعز حكومتنا الرشيدة ويأخذ بأيديهم إلى الأمام، ويرزقهم بطاين صالحة تعاونهم وتساعدهم على إظهار الحق وعلى ما بذلوه من النعم والأمن والاستقرار والرخاء. طيب أبو منير، لو سألتك عن بدايتك الشعرية، أنت الآن عمرك يفوق 55 سنة تقريبا في الساحة الشعبية، فنبغي السادة المشاهدين، بحكم أنه هذا اللقاء هو لقاء انفرادي لقناة الثروات مع شاعر هام وقام بمستوى الشاعر عيضة بن طوير، نبغي جمهورك ومتابعيك اللي يشاهدونك الآن تعطيهم بداياتك، كيف كانت ومتى، وكم هو عمرك الزمني في الشعر. والله الشعر موجود في هذه الأسرة من أساسها، ولا زال موجود حتى في الأبناء الصالحين يردون الشعر ويتذوقونه. أما فأنا تكلمت بالشعر في 7 و8، ولكن كنا في زمان ربما تعرف عنه لمحات إلا ما التحقت به، لأن كان فيه احتياج شديد، وكنا نعتبر بدو رحل، ولا كان في حفلات إلا نادرا، حفلات مخصوصة بختان الأولاد، كانوا يربون الولد حتى يبلغ 20 و18، ثم يقيمون حفلات وعرضات وأزيار على هذا النص وعلى هذا الموجب. أما الأعراس فلا كانت تقام إلا في وقتنا الحالي. طيب البدايات يا أبو منير مع من كانت، وكيف بدأت الشعر على شكل رسمي في المحاضر وفي المحافل
متى كانت وكيف بدأت؟ أنا مثل ما أسلفت قصدت من 7 إلى 8 في العمر، ثم ما كان عندنا حفلات، كانت قصائدنا مخصوصة في مجالسنا أو مع الحلال في الجبال، أو لا تقابلنا على الميراد، أو مثل ما أسلفت في الكلام إذا قيمت الحفلات في ختان الأولاد. لكن بعد السنين تمضي 10 سنوات 15 سنة من هذا القبيل، أو ما حفلات رسمية كنا نتقابل فيها، فلا كان فيه حفلات رسمية سواء الجلسات العادية في المقاعد، هذا نادرا. طيب أبو منير، من المعروف عنك أنك تقرأ في أمهات الكتب، وأنك صاحب اطلاع، وأن في منزلك العامر الآن مكتبة أرشيفية أدبية. حدثنا عن اطلاعك وعن قراءتك وعن عيشة أبو منصور مع الكتب. مثل ما أسلفت كنا بدو رحل، لا نعلم عن العلم والتعليم، حتى قام القرعاوي بفتح مدارس في عام 75 الهجري، ثم كنت من ضمن الطلاب، فعشقت هذا الدراسة وهذا العلم والتعليم، ومكثت فيها تقريبا 3 سنة، ثم انسحبت المدارس من المملكة، وقامت الحكومة بفتح مدارس دولية على مستوى المملكة، وبرضه اشتبكنا فيها، لكن ما انسحبت مدرسة القرعاوي إلا وأنا عينت خير واستفدت منها فائدة كبيرة. ثم بعد مدة قمت أجمع الكتب الأدبية والشعرية والتاريخية وتفسير القرآن وكتب الدين، واستفدت الحمد لله. كان لي فيها رغبة، وكنت ضامي لمتابعتها بدقة ونظرة يعني بعيدة ومستوعبة، ويعني فراسة كثيرة، حتى أني عرفت معاني الكلمات وتدبرت الشعر وتدبرت الحمد لله القرآن وتفسيره والأحاديث وكل حاجة من هذا القبيل. وكنت عندي حفظ خارق، الكتاب الذي أقرأ فيه ما يمكن أني أضيعه إلى الآن والحمد لله. فأعرف عن 7 المعلقات وأصحابها، وأعرف عن بحور الشعر، وأعرف عن المنقحات والمذهبات والمشوبات، كما أن الشعر في العهد الأموي خفت منزلته عند الأمة أجمع حتى العهد العباسي. وفي العهد العباسي تقوت شوكة الشعر وأكرموا الشعراء وتحرر فيها الشعر ونكح وطاح في أيدي يعني أمينة، دونوا ورجحوا وناقضوا وأفادوا لنا ثروات من الشعر وخزائن لا زالت صداها إلى يوم القيامة لمن يتحفظ ولمن يطالع ويقرأ. طيب يا أبو منير، بالنسبة للشعر اللغة العربية الفصحى، أنا سمعت لك أكثر من مرة قصائد باللغة العربية الفصحى. هو ما هو غريب، لأني أنا مما وصلني أنك عشت في بيئة شعرية. الوالد رحمة الله عليه طوير بن منصور شاعر، وواحد من أخوانك أيضا شاعر، فالبيئة الشعرية أنت موجود فيها. أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، طبعا أنت لك قصائد باللغة العربية الفصحى موزونة ومقفاة. السؤال الآخر، هل بيئة الشاعر لما تكون مثلا طبعا والده شاعر، بيئة شعرية مثلا، هل هذا الشعر يكون بالوراثة أو زي ما في الجينات الآن المتوارثة، أو بالسقية، أو هو عن طريق البيئة اللي عشت فيها يا أبو منصور؟ أما من سؤالك الأول عن الشعر، فمثل ما قلنا الأسرة يقصدون كلهم، وعريق الشعر وأساسي، ولكن الدافع الشعري بدون علم وتعليم يعني ينقص فيه نواقص، لأن الشعراء القدماء الذي كانوا يتكلمون بالشعر بدون علم وتعليم كلامهم فيه الخشونة، وفيه بعض الأشطار تضيع منها الحروف، بس يعني يدغمونها على لهجتهم. وأما الشعر إذا صادف علم وتعليم وقلب يعني فتح الله عليه الفهم والمعرفة
فالعلم والتعليم ينجح الشعر حتى إن المتكلم به ينطقه ويظهر القافية من مخارجها بالحروف الذي هي توضع بها. فأصبح العلم والشعر تدعم بعضها العلم، الشعر ما يدعم العلم، لكن العلم والتعليم يدعم الشعر إلى أبعد مسافة. طيب يا أبو منير، بالنسبة للبيئة، وجود البيئة، هل أثرت عليك البيئة؟ هل البيئة لها تأثير عليك، أو هل هو موضوع الوراثة بالشعر هو موجود حاليا؟ عشت مراحل من الزمان والحمد لله، وكلما دخلت في مرحلة أقتبس من العلم والتعليم وحب مجالسة الأدباء والمتعلمين، ولا أحضر في جلسة ويدور فيها الحديث إلا وأنا طلعت منها بفائدة. أما من يم البيئة أثرت علينا بطابعها اللي ما يخفى عليك ولا على غيرك من الناس الفهمانين. ويوم قال العلم والتعليم دخلنا في مرحلة جديدة، تنجحت قوافي القصائد وتميزت وخرجت منها الخشونة وتعذبت القوافي، صارت يعني عذبة ولها طعم، لأن العلم والتعليم دعمها مثل ما قلت في الكلام، حتى عرفنا وضع الكلمة وعرفنا أوزانها وعرفنا البحور. إلا أن شعر العرضة صعب يعني أنه يتضمن البحور، وأنا أكثر من بحث فلا وجدت يعني أكثر ما يصب في البحر المتقارب، وما باقي البحور بينه وبينها مسافات، والله أعلم. طيب ساحة العرضة يا أبو منير، أول ما بدأت ساحة العرضة، هل كان في ثنائية بينك وبين أحد، أو كان يعني حضورك تلقائي، لأنه اشتهرت مع حوقان ومع ابن مصلح في ثنائيات كثيرة، فأبغى أعرف هل بدأت بثنائيات ولا منفرد؟ أنا قدام كنت منفرد حتى تعرفنا على حوقان وابن مصلح والغويد وشاعر من جماعتنا بني حرب اسمه غفير ابن محمد، وسعد الجهلاني من جماعتنا الحجاز، وحنش بن عايض في جلسات، ومصلح القرة وابن هزاع والمنصري والزبيدي والحميم وحوقان. هذا وله الذي كنا نشترك معهم في عدد حفلات وثنائيات. فبعدين توسعت مجالات الشعر والعرضات في زهران وغامد وبالحارث وثقيف، واشتركنا مع شعار كثيرين. طيب بعد وفاة حوقان رحمة الله عليه، يعني لوحظ عليك أنه ما كونت ثنائية إلا مع عبد الله البيضاني، وتلاشت الثنائية هذه. يعني ما كان في التفكير مثلا من أبو منصور أنه يكون فيه ثنائية مع محمد حوقان ابن هذا الشاعر الكبير حوقان؟ عندما توفى حوقان الله يرحمه وأموات المسلمين جميع، كان لمحمد نبوغ، ونبوغ محمد رايح وراقي في الشعر، لكن كان بيني وبين البيضاني ثنائيات اختاروها المجتمعات، وكنا نحضر مع عدد شعار ولا لحالنا، يختارون في الحفلة الصاحب الحفل والجماهير المستمعين واللعيبين، فكانت هذا راقية ثنائية، ولا زالت المحبة والثنائية بيني وبين أبو ماجد حتى نموت، لا تزال محبته وإكرامه عندي، وكذلك متبادلة من القلب إلى القلب. أما في هذه الأوانات نبغوا الشعار وكثروا، ونحضر في حفلات عديدة، أصبحت الرغبات يعني شوية تختلف. عندما قام أبو ماجد بالأعمال هذا في تبع الأمارة شوية أشغلته عنا، وأصبحت يعني أنها تحدد عليه حدود، وهو خاضع لحدود الدولة، وبعض الحفلات تجي وعنده ظروف ما يقدر يتركها، وهذا شوية يعني فرقت بيننا وبينه. طيب لك بيت من الشعر يا أبو منير يقول: وانطفت شعلة المصباح واصبحت في ظلمة منه. هذا البيت انت يقال انك وجهته بعد وفاة حوقان رحمة الله عليه.
هل هو صحيح أصبحت في ظلام بعد حوقان يا أبو منير؟ هذا البيت قلته وحوقان قايم أمامي في حفل عند الحوقان يختص يوم تزوج حسن بأخت فارس الزهراني، وكان لي هدف غير معين، لأن معنا شعار عديدين ذاك الليل، وكلنا أدلى بما عنده ونضح بما في سقاه وتكلم ما في صدره، وكان عندي هدف يدري عنه البيضاني إلى اليوم، لا هو يعني يقرب حوقان ولا يقرب محمد. طيب البعض يقول أن علاقتك مع الحميم يا أبو منصور ما كانت علاقة على وفاق، كان بينك وبينها اختلاف. لا صحيح، الحميم شاعر قديم وشاعر حكمة، ولها قصائد تاريخية صداها في قلوب الناس لا يزال، وكان بيني وبينه صداقة، وكانت مقابلتنا قليلة، ولا واتيته إلا قدام موته بتقريب 2 سنين، وتوفى والله يرحمه. وأما صداقتنا فلا فيها شيء، ومحبته لا زالت لليوم، أحب قصائد الحميم وأتذكرها كثير. طيب أبو منير، بالنسبة للشعراء بني مالك الآن في العصر الحاضر، من تحسن منهم على يدك أبو منير؟ والله ما لنا اعتراض على الزملاء، كل له رغباته، وكل ما يتكلم إلا بكلمة هو يرضاها لنفسه ولغيره، والنقاد كثيرين، والناس كل له رايه وكل له رغبته. الجماهير هي الذي تناقض الشعار وتشيد على كلامهم، أما أنا ما أناقضهم، أشيد بزملائنا لرغباتهم ولصداقتهم معي أنا، فلا أعارضهم ولا أعارض ولا أي شاعر، فمحبتهم ومقابلتهم معي الخاصة تكون أنها في ميزان واحد. طيب يعني ليس صحيح أنه يعني يقال أن أبو منير إذا ظهر شاعر مبتدئ أو طلع معه الشاعر في الحفل يبدأ باستفزازه بحكم أنك تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة ولك كاريزما قبول، فلما يواجهك أي شاعر أيا كان تمكنه يبدأ في فقد السيطرة والثقة، كأنك متعمد تبغى تحرجه يا أبو منير. أبدا، أنا محرج الشعار، لكن مجال الشعر وسيع، وأنت رجالا فهمان، هذا شيء ما يخفى عليك. ذي حين أبني لي قصيدة يكون أن عندي هدف معين، لا هي استفزازية، لكن بعض زملائنا يستبعد الهدف وفي رأيه أني معبر معرفة معه حتى أستفزه أو أحده على بعض الأشياء. والشعر مجاله وسيع، وكل عنده ناحية يتكلم بها على مزاجه، فأنا ما أستفز الشعار ولا أكره مقابلة أي شاعر يخوض معي معركة الساحة، إلا أخذ بيده حتى نطلع كلنا من باب واحد. طيب يا أبو منير، بالنسبة للموالات الآن اللي كانت يعني اللي موجودة طبعا في السابق وفي اللاحق، كان معروف أن ابن طوير ضد هذه الموالات ولا يحبها، الآن أصبحت يا أبو منير في الحفلات تتغنى بها، فأول كنت تعارضها وأصبحت الآن تتغنى بها، إيش السبب؟ أنا محبها ولا أيدها إلى اليوم، لأنه كان مبتدانا قوارع ومرادة بين الشاعرين، ولا 4 الشعار، ولا شاعر لحاله. كنت بعض الحفلات أحضرها أحييها لحالي، ما القى ولا شاعر، وأقوم بواجبها حتى ينتهون، وكنا نحب القوارع، ولا اليوم حب القارعة ولا أرغب ولا أقبل إن قارعة أبنيها ولا يبنيها شاعر إنها تغير إلا بعد تأخذ إمكانيتها ساعة ساعتين. فابتكرت الموالات وكثرت رغبات الناس فيها، ولا أنا ما بقعد لحالي أو أشق على الناس باختياري ورغباتي، قلنا مع العرب، فمع العرب أغني بالموال وغيره لرغباتهم. إذا طلب الصف أن نغير طرق أو نجيب بالموال فلا للصف إلا رغبته، والشاعر عليه يقصد برغبات الصف. طيب أبو منير، يقال أيضا أنك تحب القصائد اللي من 4 إلى 5 ولا تحب الأزمال، وهذا يضايق بعض شعراء المنطقة مثلا، بالذات شعراء عسير، هل هذا الكلام صحيح؟
أنا أحب القارعة إذا كانت 4 بيوت لأنها تبطي، ناخذ فيها ساعتين. وكنت أنا ويا حوقان والزبيدي وشعراء كنا نعبي شريطين في قارعة واحدة، وكنت أنا ويا حوقان تحت الشدات ننهي الحفل بقارعة. المجتمع يقول لا تغيرون، شدوا القارعة شدوا القارعة، ونشد القارعة حتى ينتهي اللعب. وبعض القوارع أنا ويا حوقان كانت تأخذ لها 3 ساعات ما انتهت. يعني هذا الأمر المفروض أنه ما يضايق الشعار يا أبو ما منير. يضايق الشعار. أما من يم الأزمان اللي يقول لها شعار الجنوب مسيرة، ونحن نقول نحن زهران زملة أو قصيدة. الشاعر إذا بدع له زملة طويلة ولا قصيرة عبر فيها عن قبائله أو عن أعمامها الذي دعوه للحفل أو عن الدولة أو عن أي جهة، فلا يمتحن بها الزملاء، يأخذها مكملة تطول ولا تقصر. فهذا هو طبعي أنا ما قد بدعت الزملاء وقلت زميلي يقوم رد فيها أبدا. أحكم قصيدة من حالي وأقولها تطول ولا تقصر، فهذا واجب على الشاعر. أما القارعة لا، نتراد في القوارع حتى، لكن اليوم ما تطول القوارع، 5 بدعات 6 بدعات ثم ينتحلون لهم طرق ولون من ألوان الشعر. طيب هذا ما أثار بينك وبين الشاعر محمد بن ذايب خلاف يا أبو منير؟ يقال أنه في خلاف بينك وبين محمد بن ذايب بسبب هذا الكلام بالزمن. ابن ذايب قابلناه مرتين، وهو الذي يجني على نفسه، يتركنا ويطلع من الحفل بدون خلاف، لا تعجزني ولا تعجزته، إلا نسير في القارعة. أنا قابلته أنا والبيضاني في قصر الحمراء، وكان معنا ابن هضبان، كنت أنا والبيضاني زملاء وهو ابن هضبان زملاء، وأخذنا شوية وطلع من الحفل بدون حاجة، لا تنكدنا معه ولا تنكد معنا ولا واحد تكلم على الثاني. وتقابلنا عند بالحارث برضه في ليلة عمر في الطائف، وخذ معنا تقريبا نص ساعة، وعوض طلع بدون سبب، والله أعلم وش في نواياه. وقابلته بعدين في بيشه في المدرسة عند مدير التعليم، كانت حفلة رائعة، قصدنا معه حتى أنه قنع وانسمح صدره وعزمنا وأكرمنا وجلس معنا ولا بغانا أن نحن نفارقه. فهذا هي آخر الحفلات الذي قابلت فيها في بيشه، كان فيها السماح وكانت فيها طيبة الخاطر وشرح الصدر، وانفرقنا على محبة وعلى سماح وشرحة خاطر. طيب يا أبو منير، أيضا ابن عزيز أنا سمعت له لقاء، الشاعر صالح بن عزيز يقول أتمنى أن ابن طوير يحترمني مثل ما أنا أحترمه. يعني أنت ما احترمت ابن عزيز يا أبو منير؟ هذا الكلمة قالها ما أيدها، لأنه والله العظيم الذي نزل القرآن إن له عندي احترامه ومقدرته ومحبته في قلبي، لأن الشاعر مبدع وشاعر كبير، وقال الكلمة ما قنعت بهذه الكلمة لأنها كلمة ما لها صحة بيني وبينه، لأني حلفت بالله يمين إن له احترام وإمكانية ومحبة ومقدرة ومنزلته عندي رفيعة إلى فوق سطح القمر. طيب أبو منير، لو حبينا نغير جونا وجو المشاهدين بشيء من روائعك ومن قصيدك اللي أهملناه في اللقاء إلى الآن، نبغيك تطربنا بشيء تختاره أنت من قصائدك، بالرغم أني أنا أحفظ لك الكثير من قصائدك يا أبو منير ولي الشرف والفخر، لكن الخيار لوالدنا وشاعرنا وجامعتنا الشعرية ابن طوير في اختيار ما يحب ليسمعه لمشاهديه ومتابعيه الكرام. والله الشعر إذا حضرنا في مجالات الشعر يحكم عليها الموقف، ونادرا أني أتكلم به بيني من تلقى روحي أنا إلا مع شعار. فيه قصائد نوادر يعني ما هي كثيرة، منها اللي يقول الغلا عم المتاجر والبضايع يا موزع كان، والدواء ما عاد ينفع والطبيب أعلم بقدر الحالة،
يلا جمل ما بقي من تالي الدنيا من قمل. والخيول الجامحة تعرف مدار الخيل والفراسة، والسنين اللي مضت واللي بعد ما كلها غنم. والقضاء محتوم لا تقولون يا ليتك صبرت شوية، كلما قدمت روحي للمعالي ما بدمها، كلما قدمت روحي للمعالي ما بدمها. الله من ضيقه لا شهرين في قلبي على زكان، كلما قمنا لوجبتنا الله من ضيقه لا شهرين في قلبي على زكان، كلما قمنا لوجبتنا سخط وقفا يصيح الحاله، ما يبغي لحم الغنم ما يبغي إلا كبد من قمل. ونحن وكلنا منير على المقاضي والرشد في راسه، وانت يا زعكان تدري ان المذابح كلها غنم. لا تضيق من الفطور اللي جعلنا لك كبد مشوية، ونحن في حجرة الجزار كلنا بدمها، ونحن في حجرة الجزار كلنا بدمها. يا سلام يا أبو منير، يا سلام، الله يعطيك الصحة والعافية. طيب فيها طبعا وقفت موقف في مكة تاريخي كان بين عطية وكان بين البيضاني وسيف ابن عياف. البعض يقول ان ابو منير يعني كان يلعب على الجنبين من اجل اشعال الفتنة بين البيضاني وبين عطية. وش تقول يا ابو منير؟ وطبعا هذا رأي الجمهور، انا لازم انقلها لك كنت تتقبله بروح ويعني نفس طيبة. انا اتقبل رأي الجمهور لان كلا يحكم رغبته، والغيب هو لله. اما البيضاني والسلطاني فأنا ماني راضي عن انشقاق العصا بينهم وانفراقهم في الحفلات، لأنهم كلهم شعراء ومن بيئتنا. وإن كان أن عبد الله الصديق الخاص والزميل الوحيد، هذاك صديقنا وزميلنا وبعد ناشي ويتدرج للقصائد ومن بيتنا ومن طينتنا يا أهل تهامه، فلا كنت أشعل النيران بينهم. لكن وقفنا في موقف تحاكت القوارع فيه وقمت أبدع والبيضاني يطبق، وأنتم عارفين تطبيق البيضاني ما يحتاج يعني شرح، وهم قاموا معنا خذوا دورهم. وأما أني أريد الفتنة بينهم، لا، ما أريد الفتنة لا بينهم ولا بين غيرهم، وأخذوا حتى وطابت خطرهم وتقابلوا من العام في حفلات وطابت خطرهم. وقوى البيضاني يقولون أنه عزم وش اسمه السلطاني وحضر عنده في حفل وجاب هدايا واقتبلت الهدايا، وكذلك شرهوه من العلوم الطيبة وجرى السماح والعلوم الطيبة بين الطرفين. طيب يا أبو منير، يعني ما يكون مثلا عبد الله البيضاني شاعرنا الكبير وشاعر رمز، وأنت تحب دائما قوارع البيضاني ويفهمك وتفهمه، ما يكون مثلا يا أبو منير أن أبو ماجد يعني كما يقال الآن يقول يا أبو منير أنا أبغى كذا ويعطيك وجه القصيدة وأنت تجيب البدع مثلا الوجه القصيدة اللي يبغاها ويكمل عليها رد؟ ما هو موجود الكلام هذا بينك وبينه يا أبو منير؟ إلا موجود، وهذا اثنين من الشعراء ما أستغني عن توجيههم في القصائد كلها عندما نتلاقى، الذي هو عبد الواحد وعبد الله أبو ماجد. هم بدعوا ما يخفون عني شيء، قالوا ترى طريقتنا نعبرها كذا، وأنا لا بدعت قلت ترون طريقي أبعبرها كذا، يكون عندكم إحاطة ونرجح المعنى والقافية. هذا الثنين الذي أنا وياهم على هذا الطريقة ماشيين ولا نقدر نتركها، لأنهم شعراء مثل ما نشرت عنهم المجتمعات والساحات والمتعلمين والفهمانين، ما يحتاج أن يشرح عنهم، شرحهم وصل إلى جو السماء.
طيب يا أبو منير، الجو هذا ما تعيشه مع محمد بن حوقان. المفروض أنك إذا عشت مع عبد الواحد وعشته مع البيضاني من باب أولى تعيشه مع محمد حوقان. إيش فرق يعني أنك تعيش الجو هذا مع أبو ماجد ومع عبد الواحد، والناس تتغنى بقصائدك وبقصائد عبد الواحد وقصائد البيضاني، لكن ما قد تغنت بقصائدك وقصائد محمد بن حوقان؟ ليش ما تحاول أنك تطبق نفس المنهجية مع محمد بن حوقان؟ ابن حوقان والله إنه العمود الفقري لعيض بن طوير، ما إلا على تطبيق صداقة أبوه، لأنه شاعر بني مالك اليوم الوحيد لا غيره. وأنا قطعت مسافة من الزمان ما يمكنني استعادتها. ومحمد حوقان والله إني أتكل عليه في مواقف كثيرة وعسيرة مع أكبر شاعر يقدر يأخذ حقوقه ويزيد، أو ما لا تقابلنا وياه فلا نرجح القصائد، لأنه يوليني البدع وأنا أبدع وسوق له القارعة وهو يخلص في الردود. حتى لو أبدع زمله طويلة ما أقدر أوجهها لأي شاعر إلا لمحمد بن حوقان، يخلصني في ردودها بأسرع وقت. وشاعر كبير ويشهد له الله والمجتمعات أنه شاعر بني مالك الوحيد في هذا الأوان. طيب الجمهور الآن يقول أنه ابن طوير هيأ بعده من يحمل لواء شعر بني مالك. ابنك زعكان الآن، طبعا هذه كنيته زعكان لكن اسمه الحقيقي نور، وإن شاء الله يكون لنا لقاء إن شاء الله معه ونزوره في مكانه. ابنك زعكان طبعا أنا سمعت له حفلتين ثلاث. أنا أقول أنه شاعر متمكن وشاعر مبدع، والمفروض أنت توليه الراية وتعطيه أن يكون هو شاعر بني مالك بعد عمرك الطويل إن شاء الله يا أبو منير. زعكان حديث نشو في الطرفين، في عمره وفي شعره، ونبوغه جاء ناجح وممتاز وشهدت له المجتمعات. ولكن ابن حوقان شاعر كبير، فاليوم نولي مهمية بني مالك على محمد بن حوقان، أنه الشاعر بني مالك. وزعكان شاعر بني مالك إن شاء الله قريب، ولكن أنه يعني أكبر من محمد بن حوقان لا. محمد بن حوقان ينافس دولة العماليق ولا يقدرون يعني أنهم يزيدون عنه بأي حاجة. وربما هو يعني لو يعطي في بعض المواقف يعني النصح أو الجهد القوي، والله ما يقدرونه معظم الشعار، لأن يعرف محمد بن حوقان عنده دافع من بحر، حتى ما هو من غدير ولا من نهر، لا عنده دوافع من بحر، وشاعر وربه الله. طيب يا أبو منير، أنا الحقيقة يعني كلامك كلام الصواب وكلام الحق، لكن يتناقض مع تعبيري أنا وفهمي، ويمكن وجهة نظر أنا أحتفظ بها لكني من الجمهور وأحب يعني أني أتبع يعني معاني وكلام الشعار. وجدت لك قصيدة في تكريم بن حوقان تخالف هذا الكلام اللي أنت تقوله يا أبو منير. قصيدة بعد اشتراكه في شاعر المعنى قوموا له طال عمرك القبيلة تكريم، فسمعت قصيدة منك يعني أنا فهمتها يعني وأنا صاحب يعني تمحيص في المعاني وفي الكلام، أن هذه القصيدة كأنك تقول أنت يعني جعلت نفسك في المكان اللي ما تستحق لما اشترك في المسابقة هذه يا أبو منير. القصيدة ألحيت عليه فيها كثير علشانه يفهم ويفهمها بعدين غيره. حنا شعار الجنوب، لنا قبائل ولنا عادات ولنا تقليد، ما يمكن أي قبيل ينزلنا ولا يطلعنا. فابن حوقان بلغ الدرجة العليا مع الشعراء وفي ساحات الميادين، ثم اشترك في شاعر المعنى. زعلت أنا منه وناصحته قدام أنه يدخل وقدام أنه يستقيل وبا يسمع كلامي، لأن ما ينقص عليه شيء، لا مادية ولا معنوية ولا سلبية. وأن يروح إلى خرج عن أطار بني مالك وزهران وغامد والجنوب والقبائل اللي مجاورتنا، واختار قبيلة ثانية ولون من الشعر، فين يروح ما هو ناجح لا هو ولا غيره. فهذا الذي أثارتني يوم قام تكريمه على القصيدة ولحيت عليه كثير. طيب ما كان يا أبو منصور وأنت زي الأب الروحي لمحمد حوقان مثلا
أنك تأخذه يعني وتتكلم معه بينك وبينه وتنصحه بما تنصح به واحد من أبنائك قبل اشتراكه في هذا المسابقة، أو على الأقل بعد المسابقة وقت تكريمه كان المفروض أنك تمدحه، ما كان المفروض أنك تعاتبه. يعني البعض قد يحسبها عليك يا أبو منير. ما عندي مانع لو حسبت علي، لأن ابن حوقان شاعر يقول لك بلغ الدرجة العليا، ويشهدها الله أن الشاعر من أكبر الشعراء، والله ما في الشاعر أكبر من محمد بن حوقان، لكن دخوله في المعنى والقلطة زعلني أنا، ونصحته قلت اتركها مثل ما أسلفنا في الكلام، لأن قبائل الجنوب هم جماهير ابن حوقان، ما يمكن أن يدخل في شعار القلطة حتى ينزلونه أو يطلعونه. غني ونحن غنيين، أنا أبيت من القلطة. أنا كنت قصدت مع مستور، وقصدت مع لويحان، وقصدت مع ويش اسمه هذا حياة مريسي الله يرحمه، وقصدت مع ابن رويجح، وقصدت مع شعار كثيرين، مع ابن تويم، وأنا بعد أيام الشباب. وأما يوم جت هذا المسابقات والمعنى والسيف وما أدري ويش، أبيت منها واخترت شعر الجنوب وعرضات الجنوب وتغانيت، لأني في بني مالك وفي زهران وفي غامد وفي قبائل الجنوب، فإن أروح من بين هذه القبائل والله ما أختار عنهم ولا عن عرضاتهم، ولا أدخل في عوايدهم وتقليدهم لا قلطة ولا غير قلطة. طيب عندنا شاعر من زهران يا أبو منير وأنت تعرفه، وشاعر مبدع ومتألق الآن ومن أبرز شعراء الساحة، شاعرنا إبراهيم المنصري الشيخي. الآن تجد أكثر اتجاهه لشعر القلطة، والرجل ما عنده قل من القصيد، وأنت تعرف هذا الكلام جيدا. هل يعني هذا هو عيب في ترك مثلا إبراهيم لشعر العرضة واتجاهه لشعر القلطة يا أبو منير؟ أبدا ما هو عيب، ما يعاب ولا هو عيب، لكن غنى النفس بالقبيلة وتقاليد القبيلة شرف. أما إبراهيم فالله سبحانه وتعالى فتح له باب رزق من عنده ومعرفة، حتى احتل بها مكانه. اليوم يعزم في الكويت وفي قطر وفي الأردن، وأصبح يعني له اختيار، وهذا من نعم الله عليه، والله يزيده من الخير، والمسلمين لا نحسده ولا نتعتب عليه. فهو معنا يحضر في العرضات ويتكلم مع أكبر شاعر وأصغر شاعر، والولد عاقل وفهمان وشاعر، وما من يما اشتراكه مع أهل القلطة، فهذا باب فتحها الله، باب خير وعرف ومعرفة. طيب أبو منير، احنا بنختم جزءنا الأول على أساس نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم الجزء الثاني. تسلم. فنبي ناخذ من بدعاتك مثلا مع أبو ماجد اللي تختاره، مع حوقان رحمة الله عليه، من القوارع اللي في خاطرك، واللي طال عمرك أنت تحفظها، واللي طال عمرك مشتاقين جمهورك أنهم يسمعونها. والله حوقان والله إنه للحين ماني حافظ عنه شيء، لأن كنا ما نتقابل إلا في عرضات، وكلام حوقان نوليها البدع، وبدعه كبار وشديد والله يرحمه، وشاعر يعني ممتاز وكلامه ممتاز. البيضاني كثير يعني من قصائده يقول، ولا ربما تعرفونها، اللي يقول عبد الله غاب النور عنا وتهنا. هاتها يا أبو يقول عبد الله غاب النور عنا وتهنا، لا شفت لي زاول قدامي ولا اسمع لها جناس، ديارنا مر منها ما عدا مر منها، طلعت واندارت من صدر الجبل 10 مرات، في جنحة الليل والظلمات قرعت ما. قلت لها
بعض المواكيل ترضى الطبيعة وتهنى. الله خلقها ويسرها وسخر لها ناس، واحد كرهها والآخر يقرع المر منها. وشلون لا كان صدرك ضاق من 10 مرات، أنا 100 مرة اللي قد تقرعت معها. هذه في حفلة ولا بينكم يا أبو؟ لا بيني وبينه. طيب احنا ما نقول لك وداعا، لكن نقول إن شاء الله إلى لقائنا في الجزء الثاني اللي نبغى نكمل فيه الحديث معك إن شاء الله. أعزائي المتابعين، أعزائي المشاهدين، كنا مع شاعرنا القدير المبدع، جامعة الشعر الجنوبية الأولى، الشاعر الكبير عيضة ابن طوير. لا نقول وداعا، لكن انتظرونا إن شاء الله الأسبوع القادم في برنامج زيارة الشاعر مع الشاعر عيضة ابن طوير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا سعداء بزيارتكم ولقاءكم. حياكم الله، حياكم الله في العيون وفي القلوب. لو تضيق بكم هذه المنطقة، إن صدري أوسع لكم من المنطقة وأرحب من الأرض الذي شفتموها وطيتموها. فحياكم الله ملايين، حياكم الله ملايين. أنتم في محلكم وبين أصدقائكم وفي بيتكم الأول ما هو الثاني، وفي أرضكم وبيتكم، وحياكم الله. تسلم يا أبو منير. لو فتحنا